في قديم الزمان تزوج السحرة من البشر وأنجبوا أطفالا أطلق عليهم فيما بعد اسم الهجين لاختلاط دم السحرة مع البشر، ولذلك قرر المجلس الحاكم للسحرة بإعدام كل الأطفال الهجين. لكن الساحر أسمر وهو من أعظم السحرة استطاع أن يهرب ابنه الوحيد وعاش وسط البشر، واستطاع فيما بعد أن يأخذ عفوا من المجلس عن ابنه بشرط أن لا يراه مرة أخرى ولا يتدخل في حياة الطفل. وأصبح ذلك الطفل هو الهجين الوحيد في مجتمع السحرة، ولا يعلم أحد أنه سيكون له شأن عظيم وسيحفر اسمه بحروف من الذهب في تاريخ السحر والسحرة. إنه الساحر الهجين. اختفاء العصا. القاهرة، جبل المقطم، من عام 1620 ميلادية. اختفى القمر خلف السحب الداكنة، وهبت رياح شرقية خفيفة محملة بالأتربة، وظهر في السماء صقر ودار دورة كاملة حول الجبل قبل أن يهبط ويستقر بجوار مدخل كهف من وسط الظلام. ومن خلف الصخور فوق قمة الجبل ظهر نمر أسود نظر إلى الصقر مليا وتقدم منه في خطوات ثابتة وهو ينظر له، ثم تحول إلى رجل بالغ طويل قوي البنيان له لحية سوداء يرتدي عباءة سوداء، وابتسم ابتسامة صفراء لازجة إلى الصقر الذي تحول إلى رجل هو الآخر له لحية بيضاء وشعر طويل ينسدل على كتفيه وأنفه معكوف، وقال في غضب: ماذا تريد مني في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل يا شعيب؟ صديقي أسمر، لما الغضب؟ ألا تحب رؤيتي؟ اتجه أسمر نحو صخرة وجلس عليها وهو يتأفف وقال: أرسلت في طلب لقاء عاجل عند منتصف الليل أمام معبد مقتنيات السحرة، وها أنا أمامك، ماذا تريد؟ نظر له أشعب، ذلك الرجل صاحب اللحية السوداء، وقال وهو يداعب لحيته بأنامله: لقد سرقت عصا زورستر. لم تكن عصا زورستر عصا عادية، بل هي عصا سحرية لأعظم ساحر في التاريخ، الساحر زورستر. وتلك العصا لا يتجاوز طولها 10 بوصات، لكن من يمتلكها امتلك قوة جبارة لا يستطيع أن يقف أمامه سحرة الأرض كلهم مجتمعين. ولذلك قرر المجلس الحاكم للسحرة أن يضع العصا في معبد مقتنيات السحرة وأن لا يستخدمها أحد، وسرقتها تعد جريمة قد يتم الحكم على سارقها بسلب قوته السحرية كلها، وهذا العقاب أشد من الموت. غضب الساحر أسمر وقال: هل تتهمني بسرقة العصا يا أشعب؟ قال أشعب في خبث وعينيه تدور في محجريهما: أنا لا أتهمك بشيء، لكنك تعلم جيدا أن دخول معبد المقتنيات مستحيل على أي شخص من المجلس الحاكم للسحرة سوى أنا وأنت فقط، أو أحد أبنائنا، وأنا لم أنجب. فقال أسمر والغضب بدأ يتملك منه: تقصد أن ابني بشير هو من سرق العصا؟ لا يوجد أحد غيره يستطيع الدخول إلى هنا، لكن ابني لا يعرف شيئا عن حقيقته، ثم إنني لم أره منذ أن كان عمره 5 أشهر، وأنت حكمت بالموت على كل الأطفال الهجين حتى لا يختلط دم السحرة بدم البشر، ومنذ ذلك الوقت وابني يعيش وسط البشر ولا يعلم شيئا عنا أو عن حقيقته كونه ساحرا. وحان وقت تصحيح أخطاء الماضي يا أسمر، سوف نسترجع العصا من ابنك السارق وسيموت. انفعل أسمر وصرخ في وجه أشعب وهو يقول: أقسم برأس ميرلين إن مسست شعرة واحدة من ابني سوف أشعل الأرض نارا وأحرق مجلسك الحاكم كله. فقال أشعب: سوف نرى يا أسمر، لكن العصا ستعود وابنك سيحاكم أمام مجلس السحرة كله. ثم تحول إلى نمر أسود وركض بعيدا وتوارى خلف الصخور الضخمة، بينما تحول أسمر إلى صقر وطار في السماء واختفى خلف السحب. شعر بلسعة هواء باردة في ساقيه المكشوفة بين حافة الجلباب الرمادي القصير والحذاء الأحمر الذي يرتديه في قدميه، واتجه يمينا بقوامه الممشوق وطوله الفارع فور خروجه من المنزل نحو الفتحة الوحيدة للحارة، ودلف إلى شارع الغورية الذي يعوج بالمارة والحوانيت. أقمشة الحاج عبد العليم شيخ الحارة يناديه: تفضل يا بشير. يجيب بشير أسمر في وقار لا يتناسب مع جلبابه القصير وحذائه المهترئ: سوف أمر عليك وأنا عائد من العمل.
عربة يجرها بغلان ضامران، صوت السائق يسع ظهر الحيوانات، سيدة سمينة تفترش الأرض لبيع البرتقال، دكتان من الخشب أمام مقهى الغورية، والفتى دبوس صبي المقهى يتحرك بخفة بين الزبائن وكأنه الريشة، يؤدي عمله في صمت تام. وطاولة خشبية لها أرجل طويلة في نهايتها صينية نحاسية مغطاة بالقماش، يقف خلفها عم صلاح بائع الفطير ينادي: أفطر من عندي اليوم يا بشير. ينظر له بشير قائلا: لا أشتهي الفطائر في الصباح يا عم صلاح. عربات اليد في كل مكان تدور، والشارع يعج بالمرة، والنساء تجلس أمام المنازل، هذه تقشر البصل وأخرى تخرط الملوخية، والسيدة تقشر الثوم، والأطفال أشباه عرايا حفاة يلعبون ويصرخون على بعضهم البعض. وفي وسط الزحمة شعر بمن يضع يده على كتفه، فنظر خلفه وابتسم وقال: صباح الخير يا أصيل، لماذا تأخرت هكذا؟ ابتسم أصيل وقال: نحن جيران والباب في الباب منذ نعومة أظافرنا، ونذهب إلى العمل كل يوم مع بعضنا، أليس كذلك؟ نعم، هل حضرت إليك يوما واحدا في موعدي؟ ضحك بشير: في الحقيقة لا. إذن لماذا لم تمر علي كما تفعل كل يوم؟ يا أخي مللت منك ومن صحبتك. ضحك الاثنان واستكملوا السير إلى الميدان، ورغم أن أصيل قصير القامة ونحيل وقسمات وجهه رقيقة، ونظرة واحدة له تجعلك تؤكد أنه لا يتجاوز 12 من عمره، إلا أنه في 17 بل أكبر من بشير ب3 أشهر. وتساءل أصيل في لهفة وكأنه تذكر شيئا هاما: هل سمعت الأخبار؟ أي أخبار؟ لقد انتصر السلطان المظفر قطز في معركة عين جالوت. أخبار قديمة. وما الجديد؟ سيدخل السلطان على رأس الجيش من باب النصر بعد ظهر اليوم. قفز أصيل فرحا وقال: سنرى الأبطال اليوم وكل قادة المعركة بعد أن كسروا المغول، هل ستحضر؟ بالتأكيد، فأنا مشتاق لرؤية المظفر قطز والقائد بيبرس. إذن سنتقابل في ميدان الغورية بعد صلاة الظهر، ونذهب معا إلى باب النصر ننتظر الجيوش. فقال بشير بعد أن توقف: أظن أن المعلم صخر لن يمانع. ابتسم أصيل وقال: أراك عند الظهر يا صديقي، وداعا. ودلف أصيل إلى دكان بيع الأقمشة، بينما عبر بشير الجهة الأخرى واتجه إلى دكان بيع الأواني النحاسية ليجد المعلم صخر يجلس على كرسي من الخشب وبجواره منضدة صغيرة. فابتسم بشير وقال: صباح الخير يا معلم صخر. ابتسم صخر وقال: أسعد الله صباحك يا ولدي، هل تناولت إفطارك؟ نعم، أمي لن تتركني أغادر المنزل قبل تناول الإفطار، بارك الله لك وحفظها من كل شر. هيا ادخل الدكان وجهز بضاعة المعلم سمعان، فسوف يرسل أحدا ليأخذها اليوم. سوف أذهب وأحضر لك كوب اليانسون أولا من المقهى. فقال صخر وهو ينهض من مقعده: لا وقت نضيعه يا بشير، سوف أذهب أنا إلى المقهى وأعد أنت بضاعة عم سمعان. دلف بشير إلى الدكان بينما اتجه صخر إلى المقهى، وكان رجلا طويلا نحيلا له شارب كث وعيون سوداء واسعة، يرتدي جلبابا وعمامة، ميسور الحال. جلس صخر على كرسي من الخشب أمام باب المقهى، وحضر دبوس صبي المقهى بين يديه وقال: أسعد الله صباحك يا معلم صخر، كوب من اليانسون يا دبوس. أظن في مثل هذه الظروف يشرب الناس القهوة سادة. نظر له صخر في تعجب وقال: قهوة سادة؟ أدمعت عين دبوس وقال: المظفر قطز. وقف صخر على قدميه مفزوعا مما سمع وقال: هل استشهد المظفر قطز في المعركة؟ مسح دبوس دمعة انسالت من عينيه وقال: بل قتل، واليوم سيدخل الظاهر بيبرس على رأس الجيوش، ويوم الجمعة سينصب سلطانا على البلاد. من أين جئت بمثل هذه الأخبار؟ المنادي كان يجوب الغورية من بعد صلاة الفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قتل غدرا وظلما، رحمك الله يا قطز وأدخلك فسيح جناته. أحضر لك القهوة. ساد يا ولدي. سقط على الكرسي وكأنه جذع شجرة يسقط، وقال محدثا نفسه: كيف أخبر بشير بهذا الخبر وهو يحلم برؤية البطل المظفر قطز؟
انهمك بشير في إعداد البضاعة للتاجر سمعان، وبعد أن وضع الكميات المطلوبة في المخزن بجوار الدكان اتجه نحو الكرسي وجلس. تقدم منه رجل يرتدي جلبابا أسود وله لحية سوداء تصل إلى منتصف صدره وعيون سوداء، ونظر له الرجل مليا ثم قال: أرغب في شراء قدر نحاسي، لكن يجب أن يكون من النحاس الأحمر. وقف بشير وابتسم نصف ابتسامة وشعر بالقلق اتجاه هذا الرجل وقال: عندي جميع الأحجام، هل ترغب في حجم متوسط أم حجم صغير؟ نظر الرجل داخل الدكان ثم أردف قائلا: أكبر حجم لديك، أرغب بحجم يستوعب شابا في 17 من عمره يرتدي جلبابا قصيرا وحذاء أحمر. شعر بشير بالرهبة لكنه تماسك وقال: عندي حجم يستوعب رجل بالغ مخبول يرتدي جلبابا أسود. اشتعلت عين الرجل باللون الأحمر القاني، ففزع بشير وتراجع خطوة إلى الخلف، فدفعه الرجل بكلتا يديه في صدره وسقط على الأرض بداخل الدكان. وتقدم الرجل في خطوات ثابتة نحو الفتى وهو ينظر له بعينيه الحمراء، وبشير يزحف على الأرض في رعب والرجل يتقدم منه، ثم مال نحوه ونظر في عينيه وقال: أين العصا يا فتى؟ هز الفتى رأسه نفيا وقال: لا أدري أي عصا تقصد. انفعل الرجل وظهر له جناحين مثل أجنحة الخفافيش السوداء، لكنها أكبر حجما، وامتلأت يده بالشعر الغزير، وظهرت مخالب حادة وطويلة من يده، وبرز له نابين، وامتلأ وجهه بالفرو الأسود. وجحظت عين الفتى وصرخ بقوة وكاد يتوقف قلبه من أول المشهد، وظل يردد: لا إله إلا الله. فقال الرجل: لن يسمعك أحد، فأنا حجبت الصوت بقوة سحري، أين العصا؟ استند بشير بكلتا يديه على الأرض في محاولة منه على النهوض، لكن الرجل دفعه بقوة بقدمه في صدره وأعاده لوضعه مرة أخرى وصاح به: لن تخرج من هنا قبل أن تعترف، أين العصا؟ فقال بشير بصوت يرتعش: من أنت؟ هل أنت نفر من الجن؟ ظل نظر الفتى معلقا على الرجل، وحرك يده نحو اليسار والتقط قدرا نحاسيا صغيرا، وبكل قوة ضرب الرجل في وجهه، أسقطه أرضا ووقف على قدمه. وقبل أن يركض نحو باب الدكان اعتدل الرجل وقبض على الفتى من عنقه وضرب الهواء بجناحيه، وارتفع عن الأرض مسافة 3 أقدام وهو قابض على بشير، وصاح في وجهه والغضب تملك منه: إن لم تعترف أين أخفيت العصا سأمزقك إربا، أين العصا يا فتى؟ شعر الفتى بأنفاسه الكريهة تضرب وجهه كأمواج البحر، والزبد يسيل من شدقيه، وأنيابه بارزة، ففتح فمه عن آخره، اقترب من عنق الفتى ليمزقها، ودقات قلبه تتسارع، وأيقن بشير أنها النهاية. صرخ ذلك الكائن بكل قوة من شدة الألم، وأسقط بشيرا من يده بعد أن تلقى ضربة صوت أحرق ظهره، ونظر خلفه إلى مدخل الدكان فوجد أصيل يمسك في يده صوتا من نار زرقاء، والشرر يتطاير من عينيه، وقال بكل حزم وقوة: انصرف بحق العهود السليمانية والملوك العلوية، لقد أقسمت عليك بحق من خلق السماوات والأرض أن تنصرف، وإلا حرقتك الآن. ركض بشير نحو صديقه ووقف مذهولا مما يراه، بينما تراجع الكائن إلى زاوية صغيرة واختفى تماما. ثم اختفى ذلك الصوت من يد أصيل. قال بشير إلى صديقه بأنفاسه المتقطعة: أنت ساحر يا أصيل؟ نظر إلي أصيل وقال: أنت ساحر، أما أنا مجرد حامل لك. ما الذي تقوله؟ لا وقت للشرح الآن، يجب أن ننصرف، وسوف أشرح لك كل شيء فيما بعد. خرج أصيل من الدكان وخلفه بشير ليجد أمامه المعلم صخر، فنظر له أصيل وقال: لقد عرفوا مكان بشير أيها المدرب، وأرسلوا من يقتله. نظر صخر حوله يمينا ويسارا فوجد الحارة تعج بالمرة، ولم يشعر أحد بأي شيء غريب، فقال: يجب أن تهرب الآن يا بشير. اسمع يا أصيل، يجب أن نذهب إلى المعسكر الآن، هذا هو المكان الوحيد الآمن الآن.